في توتر عالمي حوالين إيران وأمريكا دلوقتي. النفط بيغلى، الأسواق بتتوتر، والكل تقريبا مركز على أسوأ سيناريو ممكن يحصل. بس مش كل الناس بتشوف نفس الأخبار بنفس الطريقة. التشاؤم دايما بيبان أذكى، تحذيرات، أخبار سلبية، سيناريوهات سودة، وبيبان كأنه تفكير منطقي وواقعي جدا. وعشان كده ناس كتير بتنجذب له. ولو لسه نكمل معايا، فغالبا الفكرة بدأت تفتح معاك زاوية مختلفة. فاعمل لايك وخلينا نكمل. الغريب إن أغلب اللي بيتكلموا بعقلية تشاؤمية مش هم نفس الناس اللي حياتهم مستقرة فعلا. فكر فيها كده، انت بتصدق مين أكتر؟ اللي دايما شايف الأسوأ، ولا اللي بيشوف الصورة بهدوء أكتر؟ ممكن تجاوب في دماغك أو تسيب رأيك تحت في التعليقات. المخ البشري بيبالغ في الانتباه للحاجات السلبية أسرع من الإيجابية، لأنها مرتبطة بالخطر والبقاء. بس الواقع مختلف. الحياة على المدى الطويل مش دايما بتنهار، غالبا بتتحرك ببطء لقدام. الموضوع مش إن المتشائم أذكى، لكن إن المتفائل الهادئ عنده قدرة يكمل من غير ما ينهار من الصورة الكبيرة. الفكرة دي من كتاب The Psychology of Money. ولو الكلام ده فتح لك زاوية تفكير جديدة، يبقى هتلاقي محتوى زي ده على Edify Reads.